طلبوه ولكنهم أنكروه. سل إبراهيم عن قومه لماذا حرقوه، وسل المجرمين عن يحيى لماذا قتلوه، وسلهم عن السيد المسيح عيسى بن مريم، ظنوا قتله وما قتلوه وما صلبوه. وسل دار الندوة عن محمد، فقائل يقول خرجوه والآخر يقول سجنوه، وزعيمهم أبو لهب يقول قتلوه، ورب العزة من فوق السبع الطباق يقول شقوا له صدره واغسلوه. وبالحكمة والإيمان املؤوه. ويا ملائكة السماء افتحوا لحبيبي محمد كل الأبواب، وعند سدرة المنتهى اتركوه. ويا أنوار الكمال انكشفي لمحمد، انكشفي لمحمد حتى يراني، فهو حبيبي وأنا ربه الذي لا إله إلا هو. ففاز الحبيب بمقابلة الملك، فقال الملك لملائكته حيوه، فنزل الحبيب إلى الأرض يقول ليس للكون إله إلا الله فوحدوا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وقائدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. وصدق من قال لولاك يا حبيبي ما خلق امرئ كلا ولا خلق الورى لولاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقلبه فحباك. صار به من حرم إلى حرم حتى علا، والسماوات العلا زينت لك يا نبي. اللهم صل على صاحب الذكرى، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الإسراء والمعراج. ومهما تحدثت ومهما أقول فلا أقول أزيد مما سمعتم ولا أفضل، لأن الذي تحدث قبلي هو أستاذي الشيخ عوض عزوز، داعي إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف وأستاذ الكل. اختصارا حتى لا أطيل، أسأل سؤال: لماذا أسري بالنبي محمد؟ لماذا أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة أحباب الحبيب النبي تثبيتا لفؤاد رسول الله، وتاني حاجة يا أحباب الحبيب بلسما لجروح النبي، وتالت حاجة المولى بيقول لحبيبه: يا حبيبي يا رسول الله ما اشتد ضيق إلا وكان بعده فرجا. ما اشتد ضيق إلا وكان بعده فرجا. مواقف في الإسراء
تكريما للحبيب المصطفى، وليس للنبي بل لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما أراد الحبيب المصطفى يصفه البراق: صف لنا البراق يا رسول الله، فقال: هو دابة أعلى من الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى بصره. لما أراد أن يركب وقال له جبريل: اركب يا محمد، فارتعش البراق، قال له جبريل: يا براق، أما تعلم من الذي يطأ ظهرك الليلة؟ إنه هو خير خلق الله محمد. فقال البراق: نعم أعلم. ده حتى البراق عارف سيدنا النبي. نعم. ولماذا تفعل هذا؟ قال: لا يطأ ظهري حتى يضمن لي شفاعته يوم القيامة. فقال النبي: أنت راحلتي ومطيتي وأنا شفيعك يوم القيامة. طب البراق ده يا أحباب الحبيب النبي محمد هيسأل سائل. أنا واقف مع البراق اهو، يسأل سائل: الرحلة دي كانت في الليل ولا في النهار؟ الرحلة كانت في الليل. انت يا مولانا بتقول ان البراق بيضع حافره عند منتهى بصره، هو كان الكشافات بتاع البراق ده هو كان فولت؟ قال لك: اثبتوا الاطباء البيطريين بان الفرس يرى في الظلمة كما يرى في النهار. الفرس يرى في الظلمة كما يرى في النهار. فقلت: إن كان الفرس يرى في الظلمة كما يرى في النهار، فما بالكم ببراق النبي المختار؟ الله أعزكم الله. اللي بيجي يركب دابة وأول مرة يركبها هيركبها من غير سارج؟ أبدا. هيعرف يحكمها من غير لجام؟ أبدا. العلماء يا أحباب الحبيب النبي، البراق أتى للنبي مجهز، جه للنبي بالسارج وجه باللجام، حتى يقول القائل: بعد ما توحد الواحد وزي ما علمني أستاذي وتصلوا على أحسن واحد. وفاء وقد أتى البراق مسرجا، وفاء وقد أتى البراق ملجما، وفاء وناداه الأمين مسلما: قم يا حبيبي وانهض للقاء، فإن الله صلى عليك وسلم. الله. وصل النبي صلى الله عليه وسلم ببراقه إلى المسجد الأقصى، وجد النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء كم عددهم؟ 124,000 نبي. الخاتم والعمدة سيدنا النبي محمد. اصطفوا للصلاة وآتاه أمين السماء جبريل مقدما النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سيدنا النبي يقول لك ايه: دخلت المسجد الأقصى فوجدت كليم الله موسى واقف يصلي، ووجدت نبي الله عيسى واقف يصلي، ووجدت نبي الله الخليل واقف يصلي، وأنا أنظر في وجه الخليل إبراهيم كأني أنظر في مرآة. ليه؟ أهل العلم قال لك كان كثير الشبه خليل الرحمن إبراهيم من شبه النبي محمد، فالنبي عم يقول كأني أنظر في مرآة، يعني وجهه شاف في وجه خليل الرحمن إبراهيم. فقدمني جبريل فصليت بالأنبياء فصلوا بصلاتي وسلموا بسلامي، ثم عرج به. عشان ايه ما معنى الإسراء والمعراج؟ الإسراء أهل العلم قالوا ان الإسراء هو المشي ليلا،
ان صار من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. المعراج هو الصعود من ادنى الى اعلى، عرج به الى سدرة المنتهى. مش اقول السماء الاولى وعشان ذكرهم مولانا وما ينفعش. فعند سدرة المنتهى سيدنا النبي محمد يقول نظرت بجواري واذ بامين السماء جبريل كالحلس البالي خوفة من خشية الرحمن جل جلاله. ايه الحلس البالي يا مولانا ده؟ قال لك زي الخيش المبلول. امين السماء جبريل، ايوه. فقال له تقدم انت يا حبيبي يا رسول الله. قال له في هذا المكان يترك الخليل خليله، الصاحب يسيب صاحبه. قال له يا رسول الله ان تقدمت انا احترقت، وان تقدمت انت لاخترقت انوار الكمال، لكل منا مقام معلوم. حظي النبي بملاقاة الحق تبارك وتعالى، فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. نزل إلى الكليم موسى قال له اسأل ربك التخفيف، فسأل المولى التخفيف حتى صار الأمر إلى 5 في اليوم والليلة. قال اسأل ربك التخفيف فإن أمتك ضعيفة. رجع المولى بعد النبي بعد 5 التخفيف يا رب الأمة ضعيفة. قال له يا حبيبي يا رسول الله ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، 5 في العمل و50 في الأجر يا رسول الله. فأخذ هذه المنحة إلى أمة النبي، وعاد النبي من سدرة المنتهى إلى المسجد الأقصى ثم إلى البيت الحرام. أشرقت الأرض بنور ربها. وقال له ما أسري الليلة بي. ازاي يا عم؟ منين المسجد الحرام للمسجد الأقصى؟ انت واعي اللي عم تقوله؟ ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانه الذي أسرى. ما العقول بتاعتهم ما تعرفش سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فجريوا على ابي بكر الصديق. انت عارف صاحبك عم يقول ايه؟ انت واعي؟ ده عم يقول ايه؟ ده عم يقول اسري به الليله من المسجد الحرام للمسجد الاقصى. ان كنا نصدقه في خبر السماء او كذبه في خبر الارض، ان كان قال حبيبي هذا فقد صدق. طب ماشي يا عم، انتوا هتصدقوا بعضكم، ده انتوا مشايخ زي بعض. صف لنا المسجد الاقصى. طب النبي كان راح مين؟ سيدنا النبي محمد كان راح في الثلث الاخير، ما قعدش في المسجد الاقصى 40 يوم ولا 30 يوم عشان يحفظ، ده هي ضيافة وصعد فيه. فقال النبي فلبست مليا واذ بامين السماء جبريل يحمل المسجد الاقصى على كفه اصف فيه بابا بابا وعمودا عمودا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أحباب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أشكركم على حسن استماعكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم معذرة للإطالة.